الله، هو المشوار ده مش كان امبارح ب 350 جنيه؟ النهارده بقى ب 700 ليه؟ لو بتطلب عربيات من تطبيقات توصيل الركاب في حاجات كتير ممكن تزود سعر الرحله من غير ما تاخد بالك. اول حاجه محتاج تعرفها ان التطبيق مش بيحسب السعر على المدينه كلها، بيحسبه على المنطقه الصغيره او المربع اللي انت واقف فيه. يعني لو المربع اللي انت واقف فيه وانت بتطلب طلب عليه عالي، السعر هيزيد. وممكن يكون الشارع اللي جنبك على طول ارخص لان هو فاضي. يعني لو طلبت عربيه جوه المطار هيكون بسعر، ولو طلعت شويه بره هيكون بسعر ارخص بكتير. وده ياخدنا لرقم 2. في ناس بتقسم رحلتها عشان السيرج، عشان الزياده. لو هم في منطقه زحمه بياخدوا رايد يا دوب يطلعهم بره الزحمه وبعد كده يطلبوا رايد تاني، علشان الزياده ما تبقاش على الرحله كلها، تبقى على الجزء الاولاني بس. ثالث حاجه البرومو كودز، بالذات لو الابلكيشن دي اول مره تستخدمها. لو هتاخد رحله وشايف ان السعر عالي قوي، نزل اي ابلكيشن تاكسي جديد، اكيد هيدي لك برومو كود في الاول يدي لك ديسكاونت. ونيجي للقاعده اللي كلنا بقينا حافظينها، كل ما الطلب يزيد او السواقين يقلوا السعر بيزيد. عشان كده السعر بينط فجاه في اوقات الزحمه. وساعات الربع ساعه اللي قبل او بعد الوقت اللي انت عايزه بتكون اوفر بكتير، زي ميعاد البصمه بتاعك كده. علشان كده نفس المشوار ممكن يبقى ليه اكتر من سعر، والفرق احيانا ممكن يوصل لضعف السعر. السؤال هنا، دي حصلت معاك قبل كده؟